زي حلاوة ولذاذة وسهولة كيكة الليمون دي مش هتلاقوا طعمها بجد في حتة تانية خالص. حلاوة الكيك مع مزازة الليمون ميكس كده مخلي طعم الكيك ده أكتر من رائع. خفيفة وهشة وطرية كده، وليها طعم مختلف عن أي كيك تاني. يلا نعملها مع بعض على طول، بس لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب. يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا على الصفحة وفي القناة. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير. أول حاجة هنعملها هنجيب بولة وهننخل فيها كوبايتين إلا ربع من الدقيق. المكونات كلها هتلاقوها مكتوبة تحت الفيديو بالكوباية والجرام. وهنحط عليه بشر ليمونتين أو 3 حلوين كده كبار. هناخد القشرة بس اللي على الوش، ما نوصلش للجزء الأبيض عشان ما يمررش. بشر قشر الليمون ده بيدي للكيك ريحة وطعم حلو قوي. وعشان ناخد بقى أحلى طعم أو كل النكهة والطعم اللي موجود في قشر الليمون، بإيدينا كده هنخلط الدقيق مع قشر الليمون لوحدهم الأول كويس قوي. وبعدين هنضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين كبار من النشا، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. نقلبهم مع بعض كويس قوي ونسيبهم على جنب شوية. نجيب بقى الخلاط ونحط فيه 3 بيضات بحرارة الغرفة، يعني هنطلعهم على الأقل بنص ساعة قبل ما نبتدي في عمايل الكيك. وكوباية من السكر، ونص كوباية من الزيت، وعصير 4 ليمونات كبار، ولو حجمهم متوسط هنستعمل 5. وآخر حاجة هنضيف عليهم 3 معالق كبار مليانين من السمنة البلدي، ودول بقى اللي بيدوا للكيك طعم وريحة حلوة قوي. طبعا لو حابين تستعملوا بدل الزيت زبدة براحتكم، أنا بس بحاول أسهل عليكم بالمكونات اللي بتبقى متوفرة أكتر في البيت. هنخلط بقى الكلام ده كله مع بعض كويس قوي لحد ما نلاقي لون الخليط بقى فاتح بالشكل ده. هنضيفه على خليط الدقيق ونخلطهم مع بعض، نقلبهم مع بعض. مش عايزين نقلب كتير، يعني أول ما الدقيق يختفي نوقف تقليبه على طول. هتحسوا إن قوام الخليط لسه تقيل شوية لأننا ما حطيناش عليه أي سوائل. هنجيب بقى نص كوباية من الحليب، هنسخنه كويس قوي وهنضيفه عليه على طول. أول ما نضيف الحليب تقلبتين كده وهتلاقوا قوام الكيك بقى مظبوط. نسيب بقى المضرب السلك ونجيب سباتولا ونقلب كده من فوق ومن تحت من الجوانب عشان نتأكد إن مفيش أي دقيق مركون في الجوانب. وأهم حاجة هأكد عليها تاني في أي كيك بتعملوه، أول ما نضيف المكونات السائلة على الدقيق بلاش تبالغوا قوي في التقليب. يعني أول ما تلاقوا الدقيق اختفى بتوقفوا تقليب على طول. نجيب بقى الصينية أو القالب اللي هنعمل فيه الكيك ونحط فيه ورق زبدة، أو ممكن ندهنه كويس بزبدة أو سمنة وعليه طبقة خفيفة من الدقيق. نحط فيه خليط الكيك يبقى 3/4 القالب، يعني يعدي النص بشوية، ما يبقاش قليل قوي فيبقى ارتفاع معانا الكيك قليل. ونخبط القالب خبطتين، وبعود خشب نعمل خط كده من النص عشان لو في هواء أو فقاعات تخرج، عشان لما تخرجوا الكيك من الفرن يفضل مرتفع زي ما هو ما يهبطش. وهندخلها فرن ساخن مسبقا على درجة 170 أو 175. هتاخد تقريبا من 40 ل 45 دقيقة. ونتأكد من نضج الكيك بعود خشب من النص. لو لسه في عجين هنسيبها كمان 5 دقايق. طلعتها من الفرن وسبتها هديت شوية وبعدين قلبتها على شبكة، وهسيبها بقى تبرد براحتها تماما على بال ما نجهز صوص الليمون اللي هنحطه عليها. هنحتاج لكوباية من السكر البودرة، وهنحط عليهم معلقتين من عصير الليمون. ونقلب بقى كويس قوي. لو لقيتوا الخليط معاكم تقيل زودوا معلقة أو 2 من الحليب، بس زودوا معلقة معلقة لحد ما توصلوا للقوام اللي انتوا عايزين. أنا خففته بسيط عشان ينزل كده من الجوانب، ميبقاش كله على الوش بس. هنحطه بقى على وش الكيك بعد ما يبرد تماما، وأول لما نحطه مفيش ثواني وبتلاقوه تماسك على طول. نزين بقى الوش بشرايح من الليمون أو نبشر عليه شوية من قشر الليمون، وخلاص كده بقت جاهزة معانا. قدموها بقى الصبح جنب فنجان القهوة أو كوباية الشاي في العصاري كده، وذوقوا أحلى وألذ طعم للكيك. هشة وطرية وخفيفة، وطعم وريحة الليمون فيها يجنن. جربوها وهستنى تقولولي رأيكم فيها ايه، ومتأكدة انها هتعجبكم جدا. وبألف هنا على قلوبكم مقدما، واشوفكم على ألف خير.